موجود في مشاريع تنمويه، لكن ما في نموذج تنموي. بالمناسبه عدم وجود نموذج تنموي لكن وجود مشاريع تنمويه ده بيهدر الموارد اكثر مما انه بيعمل اي حاجه ايجابيه ثانيه. عشان كده بتلقى انه عندنا سد اسمه سد مروي دافعين فيه قريبه 700 ما تعرف 50 مليون دولار، لكن ما عندنا كهرباء. بتلقى عندنا طريق من هنا شاقي الصحراء دي ماشي للحدود المصريه ب 150 مليون دولار، لكن ما في اي فائده. مستفيد منه منو ده؟ مستفيد منه الجرار المصري اللي بيجيب بضاعه بدخلها لنا بيه. الان احنا دفعنا قروش بالدين، يعني مشينا عملنا طريق لزول ثاني يجي يستخدمه. ليه؟ لانه السياسه فاقده للنموذج التنموي ده. انت الطريق ده انا عملته عشان ياثر لك في ياتو صناعه، عشان ياثر لك على ياتو عدد من المواطنين، عشان يضيف شنو للاقتصاد السوداني الكلي. وبالتالي نغيم كل السياسات. يا جماعه عمليه السياسات دي اصبح علم الان، بوليسي ميكينج اسمه صناعه السياسات. والناس لازم تكون واضحه جدا. انا المقال اللي ذكره الزهير ده بتاع فوكويامو ده واحد من صناع السياسات او المساهمين في صناعه السياسات للولايات المتحده الامريكيه، انتقد بشده وقال يا جماعه خلافاتكم الداخليه دي للامريكان، يعني خلافاتكم الداخليه دي خلت روسيا دي الليله تبقى قوه اولموست دوميننت والتحالف بتاعها. خلافاتكم الداخليه اللي عملها ترامب والجوط اللي عمله بايدن والضعف اللي عمله ما تعرف مين، الخلافات الحزبيه العنيفه بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين دي اخرت الولايات المتحده عن القيام بدورها في العالم ده، وبالتالي هيمنتها قلت. وامريكا دي قال حتقع ما لانه سياستها الخارجيه كويسه ولا كابه، حتقع لانه في استقطاب حاد داخل المجتمع الامريكي. فشل بتاع سياسات داخليه بيوقع اعتى الامبراطوريات. ده اللي بنعاني منه نحن في السودان. ما في بعد نظر في اي قضيه، في اي مشروع، في اي اتجاه اجتماعي سياسي ثقافي في الكوره دي، ما في بعد نظر اصلا للتخطيط يعني. وبالتالي في اجهزه بتاع الدوله مستقله مفترض تكون موجوده قادره تقوم بالدور ده، مستقله، اجهزه الدوله مستقله. يعني المجلس بتاع التخطيط الاستراتيجي للرئيس الامريكي ده اسمه المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي، ده معني به الرئيس الامريكي اللي هو الرئيس الامريكي، يبقى بايدن، يبقى اوباما، يبقى حسن حسين، يبقى ما تعرف، يبقى الدار يبقى. انا شغلي هنا اخطط استراتيجيا للدوله اللي اسمها الولايات المتحده الامريكيه وراعي مصالحها واقدمها للرئيس. بس ما عندي شغله دمه. يا جماعه دي البدايه لبناء الدوله اللي بنتكلم عنها اللي اسمها مدنيه دي، المختزله في اشياء ما عندها معنى يعني. بس نحن مش كلنا دايرين نطلع الجيش ده من السلطه دي ويطلع الجيش ويمشي وكده ونعمل لنا انتخابات. تعالوا شوفونا لما ندخل شوفونا دي مش هنحكي حلقه ثانيه، لكن تعالوا شوفونا نحن كسودانيين لما ندخل المجلس التشريعي ده، شوف كميه العبط اللي بيتقال فيه، حاجه مبالغ فيها يعني. تستغرب ذاته. ده الزول من جبال بيقول دارين انتخابات، دارين انت داير شنو طيب؟ انت كنت داير ينتخبوك ليه؟ عشان تجي تنوم هنا في الكرسي مثلا؟ عشان ما تكون فاهم وين الربا والغرب الربا؟ ما فاهمين اي حاجه الناس دي. في مشكله يعني. ده التفكير بقصر نظر. شفتوا البرلمان بتاعنا ده شكله جميل جدا، قاعد في حته ناصيه مع النيل، حته هاديه، هواء جميل، ما في ديمقراطيه. وبعد ده ما في ديمقراطيه في البلد. كراسي وبتاع واي حاجه فيه. فيا جماعه نحن ما دارين حياه بتاعت اشكال يعني. ما شكل، الديمقراطيه دي ما شكل. ودي قيمه حقيقيه، هل موجوده فينا كمجتمع؟ ينبغي انه موجوده عشان نمشي، لانه ما تفتكر انه المجلس ده انت حتتعلم في الديمقراطيه. دي الحته اللي بيتعلموا فيها الديمقراطيه، دي الحته اللي بيمارسوا فيها الديمقراطيه. الديمقراطيه المفروض تجيها الحته دي انت فاهمها متعلمه يعني. دارينا عشان حميتي نجيبوا البرلمان ده نساله جوا. شفتوا المساءلات اللي بيسالها الكونغرس مثلا لزوكربيرج؟ شفتوها مثلا؟ سالوا سؤال بتاع الكونغرس قال له انت بتقدر تديني اسم الفندق؟ طبعا لانه هو جاي من مدينه والكونغرس في واشنطن دي سي، وبالتالي لما جاء استدعوه للسؤال ده قعد في فندق، صح؟ شوف بتاع الكونغرس ده قام ساله سؤالين. قال له تقدر توريني يا مستر زوكربيرج انت كنت قاعد في فندق والغرفه رقمها كم؟ والسؤال الثاني اخر رساله رسلتها لمنو؟ قال له سوري انا ما اقدر اجاوبك على الاسئله الخاصه دي.
قال لي طيب كيف بالابلكيشن بتاعك ده بتتجسس على الناس؟ ده سؤال بتاع زول واعي عارف داير شنو، عارف الزول ده مشكلته شنو، تاثيره على المجتمع الامريكي. قال لك كيف بتقبل انك انت تخترق خصوصيات البشر اللي اسمهم امريكان ولا اسمهم كلهم موجودين في العالم؟ لانه انت بواسطه التطبيق بتاعك ده انت يستيل البرايفسي، بتسرق خصوصيه البشر، بتكون عارفه قاعد في موقع اللوكيشن بتاعه. في واحد من الناس اللي بيدخلوا البرلمان ده فاهم اللوكيشن وعنده علاقه بالجي بي اس في التطبيق اللي اسمه فيسبوك، فاهمين القصه دي؟ العمد اللي بيجيبون في البرلمانات دي ما في زول فاهم الحكايه دي يا جماعه. في زول فاهم يعني كيف نطور الثروه الحيوانيه بتاعتنا دي؟ ما في. اللي هي دي الثروه اللي بيمتلكها 40 اذا ما كان 50% من الشعب السوداني، نعاظمها ونطورها كيف؟ وبالتالي يا جماعه المثلث المقلوب ده نحن لازم نخطه في وجهته الصحيحه يعني. العمليه بتاعت الانتخاب دي كأداة للوصول الى السلطه، اذا كانت السلطه فيها فائده ينبغي انها تكون بناء على البرامج. يا جماعه الوصفه القاعده في السودان دي ما وصفه بتاعت مدنيه ولا وصفه بتاعت ديمقراطيه. كل واحد شايل التاتشيرات بتاعته خاتيها في حته وبيفتكر انه هو داير الديمقراطيه. البرهان ده مصلحته يعمل انتخابات وحكم مدني وديمقراطيه، ما من مصلحته. ولا حميتي يعني، ولا جبريل بتاعت حركه العدل والمساواه، ولا كل الحركات المسلحه الموجوده دي. اللي هو بيعبر عن ياتو قضيه، بيعبر عن قضيه وازمه اجتماعيه في اقليم من اقاليم السودان اسمه دارفور. اسالوهم قول لهم انتم بتقاتلوا لكم كم سنه يا مناوي؟ اني مناوي ده بقاتل له كم سنه؟ عشرات السنين مش كده؟ نضال حقيقي ما في كلام. قول له طيب ها رايك شنو هسي في الديفلوبمنت موديل لدارفور؟ ما عنده 3 كلمات ما بقولها. انت كنت شايل السلاح ليه طيب؟ يا جماعه ما الكلام ده فيري كلير كده واضح. السياسه النقديه بتاعتنا تقدر تعالجها كيف؟ السياسه الخارجيه رايك فيها شنو؟ انت كنت شايل السلاح وطالع برا وحايم بالخلل ليه طيب؟ ما بنقول استهبال، لكن ده عدم وعي معناته. التوقيع على السلام ده حصل كم مره في السودان؟ في كم اتفاقيه السلام تم توقيعها في السودان؟ انا قاعد اقول طبعا دائما التوقيعات دي قاعد تتم مع الناس الخطا، اللي بيوقعوا دول هم الناس المعنيين بالسلام. الناس المعنيين بالسلام ده حقيقه قاعدين في المعسكرات اللي اسمه كلمه واللي اسمه وين، وقاعدين في المعسكرات. وسيظلوا قاعدين في المعسكرات لحد ما الناس دي يكسبوا ويغنوا ويثروا ويكونوا هم دولك موجودين في المعسكرات. القصه دي لازم تتغير. طيب عندنا مجتمع بالشكل ده فيه العمد وفيه النظار وفيه غيره من الناس اللي ما قادرين يساهموا معنا مساهمه عمليه حقيقيه في العمليه التنمويه. ده نشيلهم ونجدهم يعني. لكن كيف حتستوعبون؟ وبالتالي انا داير مؤسسات بتاع الدوله طبيعتها استيعابيه. ترك ده عنده قوه ما سلاح، عنده قوه راي، مؤثر على كتله بشريه مقدره في شرق السودان ده. ولو معاك بضيف لك، ولو ضدك ما بخليك تشتغل. وانا هدفي منه ما ترك، انا هدفي الانسان اللي قاعد في ولايه البحر الاحمر. انا اتعامل مع الوضع ده كيف؟ يا جماعه البرلمان الانجليزي ده فيه غرفتين بتاعت برلمان. فيه حاجه اسمها الهاوس اوف كومون، دي بتاعت السياسيين، مقسمين لدوائر انتخابيه بيتم انتخابهم حسب البرامج بتاعتهم. كل واحد بيجي يقول يا جماعه انا والله في موضوع الصحه داير اعمل كده، وفي موضوع الزراعه وفي موضوع التعليم والصادر وعلاقتي من الدول حاعمل كده، ومن السودان حاعمل كده. ده الانجليزي ده بينتخبوا الجماعه بيدخلوه وين؟ الهاوس اوف كومون اسمه، يمشي يشتغل في السياسات واداره الدوله. فوق له فوق الحته دي ذاتها في حاجه اسمها الهاوس اوف لورد، ده بتاع اللوردات. اللوردات ده شنو؟ دي طبيعه مجتمع يا جماعه. المجتمع الانجليزي ده فيه معناتها فيه الاثنين ديل، فيه طبقه بتاعت نبلاء ولوردات، وفيه حاجه اسمها العوام، الكمون يعني عام. والاثنين ديل شايفين نفسهم في شنو؟ في طبيعه اجهزه الدوله. يبقى جهاز الدوله ده بيعبر عني انا العمده ده، وبيعبر عني انا الزول السياسي الموجود اللي داير ينتخب. والاثنين مرتبطين بهدف واحد، تحقيق اهداف الدوله السودانيه دي. قلنا يا جماعه المؤسسه البرلمانيه دي مفترض اعاده هيكلتها واعاده فلسفتها نفسها بما يتفق مع طبيعه المجتمع السوداني. مجتمعنا ده عندنا حاجه اسمها المجتمع التقليدي، وده مجتمع مهم، وده غالبيه السودانيين، وده الناس مهمين جدا. لازم نربطهم باهداف قوميه للدوله السودانيه عشان ما يناطح لك الدوله السودانيه.
ما كده وبس، عشان لانه كثير من القبائل الموجوده في حدود السودان دي شرقا وغربا عندها امتدادات في مناطق بتاعت سياده اخرى. يعني في قبيله قاعده في السودان جزء منها كبير جدا موجود في اثيوبيا، جزء منها موجود في اريتريا، جزء منها موجود في تشاد، جزء منها موجود في افريقيا الوسطى، وهكذا. ده اذا ما عرفت تحتويه بيبقى لك مصدر قلق، يعني بيبقى لك نقطه ضعف، بدل يبقى لك مركز قوه بيبقى لك نقطه ضعف اذا ما عرفت تديره. بل بالعكس ممكن يبقى لك نقطه بتاع التاثير على الاخر، ممكن تستخدم انت ياثر لك في الاخر. قلنا يا اخي الناس وجهاء القبائل وزعماء الطرق الصوفيه والمشايخ بتاعين الدين ديل واللي بيمثلوا المجتمع الاصيل التقليدي ده يكونوا قاعدين في حاجه اسمها مجلس حكماء السودان. ما عندهم علاقه بالرئيس منه، ما عندهم علاقه بالكورونا حنعالجها كيف، ما عندهم علاقه بالاقتصاد والتضخم، ما عندهم علاقه بعلاقتنا بروسيا. انتوا عارفين هسه الامارات بتعرف الناس ديل، بتعرفهم النيم وقادر تصلهم عشان تشوفوا مجتمعنا ده مخترق لأتو درجه، عشان تشوفوا انه مجتمعنا ده حده الاستقطاب اللي فيه دي ما بالصدفه. السفير السعودي ده قعد كم مره مع عمده وكامير وكشرتاي وكملك ولا كناظر بتاع قبائل، كم مره شفتوه قعد. السفير السوداني في الرياض بخليهم يقعد مع الدواسر وادي الدواسر، ما بيحصل الكلام ده. ده مجتمع مستباح تماما، لانه دوله ما عارفه اداره شنو، ما عارفه تحافظ على اللحمه الاجتماعيه دي، غير قادره، غير مسؤوله يعني. وبالتالي يا اخي قلنا